السلام عليكم يا فراولات، وبسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم موتانا وارحم أبي يا رب العالمين، آمين يا رب. النهاردة فيديو جديد. النهاردة معزومين برا، ف عايزة اقول لكم ان انا مطبقة من امبارح، واضح الارهاق عليا. انا نايمة الساعة 11:30 الظهر تقريبا، ان ما كانتش 12 الا ربع، فاللي هو حاسة ان انا مش شايفة. وصحوني الساعة 2، من الساعة 2 بيصحوني. ف يعني ابتديت 2:15 كده، ابتديت ان انا بقى ايه، خلاص يعني مضطرة. ولبست الشميز ده يا بنات، ملبستهوش من ساعة اول لبسة البسه في اول نزولة من جوازي. بس فقررت ان انا البسه النهاردة. بس فايه بقى، نجهز سوا. البنات لبسوا بصراحة، حاسة ان انا عندي ارهاق اوفر دوز، وكمان المية قطعة فمعرفتش اشرب قهوة، فحاسة ان انا عايزة اعيط سيكا. المهم نجهز بقى كده. احنا معزومين النهاردة فين بقى يا بنات؟ معزومين عند بيت ابويا، امي عزمانة بمناسبة مولد النبوي الشريف، فمجمعانا بقى انا واخواتي وجوازتنا ومش عارف ايه وكده. كل سنة وكل الأمة الإسلامية بخير يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هبتدي بقى ايه، أنا عايزة أحط كده اي شادو. نعمل ايه بقى، ايه ميك اب باين يعني. ده بتاع ده، هو ده بلاشر أصلا بتاع شيجلام، بس أنا استخدمه كمان كاي شادو، كتمويهة كده للعين. زي ما قلت لكم ايه، البنات لبست، فاضل بس عودية هلبسه. فانا قلت ايه، الحق انا البس الاول وبعد كده البس عودي، عشان ايه ما نضايقهوش يعني. هعمل بيه برضو كونتور كده، وهنا بالشكل ده. بعد كده هدمج وبالهايلايتر برضو اللي موجود في الباليت هنا كده. عايز ايه بعد كده؟ القلم بتاع الكحل بتاع كيكو، وابتدي احط ايه في جفناني من فوق. اماندا، وهعمل وينج.
بعد كده الماسكارا بتاعت سيبال، نحط بقى ايه بضمير. بقالي كتير قوي 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 ما رسمتش لاينر بالشكل ده. شايفين المسكرة دي اقسم بالله جايزة نوبل. بعد كده البلاشر، ممكن تحطي دي مامي، حطي اليوم. بعد كده هحط شفايفي بموندا، هملى شفايفي كلها. شكلك قمر. ده انت اللي قمر يا عاد. طبعا تقدري تسيبيه كده بس انا مش هسيبه كده. وكمان حطيت وقعت، حكتنا وقعت. بس كده انا تقريبا خلاص انا جاهزه. دلوقتي بقى كنا وصلنا عند ماما. طبعا انا بطقت لكم المقطع دوت علشان او المقاطع اللي جايه علشان اعرف بس اكلمكم واقول لكم ايه اللي كان معمول. طبعا ما شاء الله اللهم بارك، ماما كانت عامله فلفل محشي حامي وفلفل رومي برضو محشي، وكانت عامله ورق عنب، وكانت عامله كوسه، وكانت عامله فراخ محشيه، وكانت عامله بط، وكانت عامله حمام، وكانت عامله ملوخيه وسلطه. الاكل كله ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك، كان تحفه 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 تحفه. يعني بجد الاكل كان طعمه ما شاء الله تسلم ايديها. طبعا اكلنا وانبسطنا، وكان اليوم اساسا ملهوش حل. وطبعا في الاخر انا اتدبست في المواعين لان كلهم ساعدوا ماما، كان اغلبهم موجودين من قبلها بيوم وساعدوا ماما في عمايل الاكل، فهم اتفقوا ان المواعين عليا انا. طبعا ده كان الجزء الاولاني من المواعين، كانت عباره عن الحلل بقى ومش عارف ايه والصواني ولا كان موال 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 يعني.
فده كده الجزء الاولاني بس. فقالوا لي يلا المواعين عليكي. طبعا بقى قعدنا نضحك شويه لحد ما خلاص بقى اللي هو انا اتحطيت قدام الامر الواقع، فلازم اخش اغسل مواعين. وده الجزء التاني من المواعين بقى، الاطباق بالمعالق بالفناجين. طبعا شربنا قهوه، شربنا شاي مرتين، حاجات ساقعه، مش عارف ايه الكلام ده كله. فكل ده عايز يتغسل. وبعد ما خلصت كان في كمان صينية شاي اتعملت تاني، فروحت واخداها كمان بالمرة، وقلت عشان اشطب البوتاجاز عشان ما يبقاش فيه اي ديل ورايا كده، عشان ما حدش يقول ايه دي كانت سايبة حاجة وراها، او انتي نسيتي كذا او كده. فروحت بقى مخلصاها ومخلصة كل حاجة، شطبت الحوض وشطبت كمان البوتاجاز. بصراحة خدت وقت كبير جدا جدا جدا، بس كان لازم ان انا اعمله، لان بصراحة كمان اسراء اختي متخيطة في ايديها، فادعوا لها كده ربنا يكمل شفاها على خير. ايديها اتفتحت برضو، كانت بتغسل معين عندها، فبولة ازاز كبيرة كسرت في ايديها، راحت فاتحة كف ايديها اليمين واخدت 8 غرز. كانت المفروض تاخد 10 غرز بس هي ما قدرتش، فاكتفت ب8 غرز. فما كانش ينفع ان هي تغسل المواعين طبعا. نعمة واختي الكبيرة طبعا ساعدوا ماما برضو في عمايل الاكل، فكان لازم انا اللي اقوم بدور المواعين. وادي حلاوة المولد اللي اكلناها، طبعا كان طعمها تحفة. اليوم كان بجد حلو قوي. يا ليلي خلاص خلصنا اليوم، كان يوم طرش، كان يوم جامد. دلوقتي بقى خارجين رايحين في مكان تاني. يا سبورة بس، وبعد كده بقى نكمل يومنا. حاضر يا روح، بعد كده نكمل يومنا بقى، نشوف هنكمل يومنا فين.